الراجل اللي بيحاول يرضي مراته ويعمل لها اللي هي عايزاه تبقى مراته مشبشبه له في البيت. الست اللي ماشيه تحت طوع جوزها وبتحاول تراضيه واخده باله منه من البيت بلغه شخصيتها وضيع مستقبلها. الست اللي بتساعد جوزها في الفلوس وبتحاول تبني معاه المستقبل والراجل استغلها وواكل فلوسها وبيحاول يقشفرها على قد ما يقدر عشان ما تهربش وتسيبه. الراجل اللي كاتب حاجات لمراته من املاكه عشان هما الاتنين شركاء في الحياه دي تبقى ضحكت عليه ومضته على ورق وهو نايم بسبب البسله اللي طبختها. لو سابك تشتغلي براحتك وتشوفي كاريرك مستني تقبضي مرتب عشان ياخدوا منك. ولو خلفتوا كتير عشان يبقى عندكم عزوه وانتوا بتحبوا العيال رابطه جنبها ب5 عيال والراجل ينن عيني بيلف كده بيلف عشان خاطر بس يكفر مصاريفهم. ولو انتوا مبسوطين وبتبينوا للناس ان انتوا مبسوطين مع بعض دول بيمثلوا قدامها وتلاقيهم هما الاتنين بيضربوا بعض لوكميات في البيت وبتحكوا عن مشاكلكم قدام الناس. معرفش فاتحين نفسهم وفاتحين بيتهم وفاتحين اسرارهم وبيشحتوا بعلاقتهم. انت تديله حريته وتخليه يسافر ويشوف صحابه زهقت منه على فكره هيخونها بسبب الهبل ده. يقعدوا على طول مع بعض ويروحوا مع بعض في كل حته تخنقوا خنقه وبرضه هيخونها. من الاخر ايا كان شكل علاقتك وواصله لحد فين كده كده الناس هتعترض وكده كده هتطلع مشكله وكده كده هتحسسك ان جوازك ده فاشل. فكك بقى عشان في ناس مبسوطه في جوازها عادي.